الفيلم ديال اليوم كيبدا مع واحد البنت سميتها كيمجو عايشه بوحدها حيت ماماها مشات وتخلت عليهم هي واختها الصغيره، حيت بغات تحقق الحلم ديالها وتولي مغنيه مشهوره، ولكن ماماها ماتت وهي تمشي كيمجو هي واختها الصغيره عند جداها باش يعيشوا معاها. وغير وصلت للدار ما لقات حتى شي واحد وبقات كتسنى جدها عند الباب. ومنين وصلت جدها عند بالها بلي شي شفاره وهي تقول ليها كيمجو بلي ما تخافي والو انا راه حفيده ديالك وجينا نعيشوا معاك حيت ماما ماتت. وهي تقول لهم بلي غادي نمشي نوجد لكم شي حاجه ما تاكلوا ايكم فيكم الجوع. والنهار الثاني كيمجو مشات للمدرسه وتعرفت على التلاميذ والمعلمه ديالها، وهو يقول لها واحد الولد صغير سميتو يوران اجي جلسي حدايا. وكاع البنات ديال القسم ما عجبهمش الحال، ومنين خرجوا من الحصه وقفوا عليها واحد 3 البنات وهما يقولوا لها راه عرفنا اشنو وقع مع ماماك وبلي تخلت عليك انت واختك، ما تبقيش تريحي حدا يوران ولا ما غاديش يعجبك الحال. وهي تنوض وهي تضرب واحد البنت فيهم وقالت لها بلي خاصك تحترميني ولا مره اخرى غادي تشوفي شي حاجه اكثر. وكيمجو كتعيش واحد الحياه صعيبه مع جدها ودائما كتخاصم عليها حيت حتى حاجه ما كتعجبها واخا هكا كتبغيهم وما قدراتش تسمح فيهم ولا تخلى عليهم يتشردوا برا. وهي تقول لها بلي خاصك تبيعي كلينكس باش نقدروا نعيشوا بثلاثه حيت الحياه صعيبه. نفس الوقت كتخدم مع جدها في الكروشي بالليل. وهي تفيق اختها ومشات عندها باش ترجعها تنعس. والنهار الثاني مشات كيمجو للمدرسه ولكن نعسات وسط الحصه حيت الليل كامل ما نعساتش. وهي تفضحها البنت اللي كتنمر عليها قدام المعلمه. نفس الوقت الجده كتلعب هي وصحاباتها الكوتشينه، ومنين دخلت كيمجو خصمت على جدها حيت وحده من صحاباتها كتكمي الدخان حدا اختها وهو خطر على الصحه ديالها. وفاش كانت طلعت لقات في الدروج مع ماما يوران وهي تعطيها الحليب لاختها الصغيره. وهي تسولها قالت لها واش اختك دارت الجلبه ولا مازال حيت حلت واحد العياده جديده وكيعطوها فابور. وواحد النهار مشات كيمجو باش تسرق لاختها ليكوش ولكن حصلها السيكوريتي وهي تجي جدها وبدات كتطلب فيه وكتقول ليه عافاك ما تعيطش على البوليس. وهي تجبد واحد الخاتم ديالها وهي تقول ليه خود باش تخلص ليكوش غير ما تعيطش على البوليس. وهما يبقاو فيه وقال لهم غير سيروا ما غاديش نعيط على حتى شي واحد. والنهار الثاني في المدرسه قالت لهم المعلمه خاصكم تجيبوا لي واحد الموضوع كيهضر على العائله. وفاش بدات كيمجو كتكتب وهي تجي ديك البنت المتنمره وكتضحك عليها وقالت لها كيفاش انت غادي تهضري على العائله وانت اصلا ما عندكش عائله. وعرفات باللي كانت بغات تسرق ليكوش لاختها الصغيره وبدات كتقلد ليها في جدها فاش كانت كطلب في السيكوريتي. وهي تسولها كيمجو قالت لها علاش انت كديري معايا هادشي. وهي تقول لها باللي ما بقيتش غادي نتنمر عليك ولكن بشرط قولي ليوران يخرج يتغدى معايا. وهي تمشي عنده قنعاته واخا ما حملهاش ولكن بغاها غير ما تبقاش تنمر على كيمجو. ومن بعد خرجت كيمجو هي ويوران وبين فيهم فرحانين وهو يقول لها عزيز عليك التصوير. وهي تقول ليه عزيز عليا حيت كيبين الصوره الحقيقيه ديال الواحد بلا نفاق وكيبين اي حاجه كيف ما كتشوفها العين المجرده. ومن بعد مشاو للمدرسه وهو يقول لها انت فنانه. وهي دخل المعلمه وقالت لهم كل واحد فيكم يلبس الزي الرياضي ديالو. ولكن كيمجو ما عندهاش وبقات في القسم وكاع الدراري نزلوا لتحت باش يلعبوا الا هي اللي بقات. وهو يجي عندها يوران وقال لها الا بغيتي نقدر نسلفك حوايجي باش تقدري تنزلي تلعبي معانا. ولكن هي قالت ليه لا عيانه حيت الليل كامل وانا سهرانه مع اختي. ومنين طلعوا للقسم وحده في البنات بدات كتبكي وقالت للمعلمه بلي البزطام ديالها تسرق. من بعد هي تتهم كيمجو باللي هي اللي سرقت ليها البزطام ديالها. من بعد جات جدات كيمجو والام ديال ديك البنت وبداو مخاصمين. والام ديال ديك البنت قالت لجدات كيمجو باللي حفيدتك شفاره وانتم اصلا فقراء ماشي من المستوى ديالنا. وجدها ما صبراتش وهي تنوض وهي تنتفها. وكيمجو جالسه غير برا وكتسمع اشنو كيقولوا لجدها. وهو يدخل يوران كيجري وهو يعطي البزطام لماما ديك البنت وقال لها باللي بنتك راه نساتو في الطواليت. ومن بعد مشات كيمجو تلاقات هي ويوران وشكراتو حيتاش ما فضحهاش حيت فعلا سرقات البزطام ديال ديك البنت وهو جبدو من الكارطاب ديالها. وبالليل جالسه كيمجو كتراجع وجدها كتفرج في التلفازه وشويه وهي تخسر ليها وقالت لها كيضرني ظهري. وهي تنوض كيمجو دارت ليها ماساج لظهرها وهي تقول لها اجي نحيدوا الملل ونلعب انا وياك واحد اللعبه ديال الصراحه. وهي تقول لها كيمجو خاصك تقولي لي واحد السر وانا غادي نشوف واش غادي نتفاجئ ولا لا. وإلا جاب الله ما تفاجئتش غادي نحكموا على بعضياتنا. وشويه بداو كيقولوا الاسرار لبعضياتهم وكيضحكوا.
والجده تحمسات وزلقات وهي تقول لها بلي انت راكي ماشي حفيدتي وماماك راه ماشي بنتي وانا راه غير مرات جدك، ولكن منين جيتي عندي انت واختك ما قدرتش نتخلى عليكم واعتبرتكم الحفيدات ديالي الحقيقيين. والنهار الثاني كيم جو مشات باش دير لختها الجلبه وهي تسمع واحد المراه قالت للممرضه بلي بغيتك ديري ليا واحد النوع معين، وغير سمعتها كيم جو هي تقول لها حتى انا بغيتك ديري لاختي نفس الشيء حيت ما عندوش اثار جانبيه، ولكن الممرضه رفضات حيت قالت لها هاد النوع كنديروه بالفلوس وهما ما عندهمش، يعني غادي دير لها غير داك النوع العادي. وكيم جو ما عجبهاش الحال وهي تخاصم معاها وهي تنوض جدها باش تفارقهم وهي تنسختها فوق السداري وهي تطيح في الارض وهو يخرج ليها الدم من نيفها. وفاش شافتها الطبيبه قالت لها بلي خاص اختك تمشي للسبيطار حيت الحاله ديالها خطيره. وفاش مشات للسبيطار بقات مريحه هي وياها وهي تسمع الاستقبال كيعيطوا ليها وهي غير جدها اللي نسات الجناح فاش كاينين، وبدات جدها غير كتخاصم وهي تفهم كيم جو بلي جدها بداو فيها الاعراض ديال الزهايمر. وفاش رجعوا للدار كيم جو الليل كامل وهي سهرانه، مره كتحضي اختها مره كتحضي جدها اللي مريضه. وفي الصباح سمعت جدها كتخاصم على صاحبتها حيت قالت ليها انت راه وليتي كتنساي بزاف ياك ما ولا فيك زهايمر. والجده بقى فيها الحال بزاف حيت فعلا ولات كتنسى بزاف وخافت لا تنسى الحفيدات ديالها. وهي تقول لها كيم جو ما تخافيش انا ديما غادي نبقى معاك وغادي نبقى حابياك. والنهار الثاني الجده نسات النظاظر ديالها في الشمس وجونغ جو كانت ناعسه حداهم والانعكاس ديال الشمس في النظاظر حرق ليها يديها وهي تنساها ومشات نعسات. وفاش رجعت كيم جو من المدرسه لقات يد اختها محروقه ومشات كتجري بها للسبيطار. ومن عرفات الجده شنو وقع بقى فيها الحال وهي تقول للجار ديالهم بلي خاصك تقلب لي على شي عائله نخليهم معاها حيت وليت خطيره عليهم. وهي تسمع مرات الدكتور اللي كيداوي جونغ جو الحاله ديالها وهي تقول ليه بلي 15 عام وحنا كنقلبوا على الاولاد. اشنو بان لك نربو جونغ جو حيت المرض ديالها كيحتاج لمصاريف كثيره. ومنين سمعت الجده بلي الطبيب ومراته قرروا باش يربوا جونغ جو وافقات، ولكن كيم جو رفضات وبدات غير كتبكي، ولكن في الاخير وافقات باش تمشي تسكن مع الطبيب ومراته وما بغاتش تودع جداها. وجداها مشات لدار العجزه وواحد النهار قررت باش تمشي تشوف جدها. وفاش مشات عندها ما لقاتهاش في الفراش ديالها وهي تخرج كتقلب عليها برا. وفاش لقاتها ما عرفتهاش حيت المرض زاد عليها بزاف ونسات اي حاجه كتعلق بهم. ولكن كيم جو عنقتها وبدات غير كتبكي وهي تقرر باش تبقى مع جدها وخلات واحد الرساله للطبيب ومراته وشكرتهم حيت عاونوها هي واختها. وهي تقرر باش تبقى مع جدها ديما حتى ترجع تفكرهم مره اخرى. وواحد النهار طلبت الجده باش تلعب مع كيم جو لعبه الاسرار وهي تعترف ليها بلي واحد النهار جات عندها واحد البنت سميتها كيم جو هي واختها الصغيره وعاشوا معاها وكانت كتبغيهم بزاف ولكن ما كانتش كتبين ليهم. وهي تبدا كيم جو غير كتبكي وقالت ليها بلي كنت عارفه هذا السر وبلي كنتي كتبغينا بزاف. وهي تعانق كيم جو جدها وهي تموت ليها بين يديها وهي تشكرها بزاف وقالت ليها انت اللي حسستيني بالدفء ديال العائله. وهي تكبر كيم جو ولات مصوره مشهوره وهي دير واحد المعرض ديال الصور وجات عندها اختها الصغيره وهما يعنقوا بعضياتهم وبداو غير كيبكوا حيت رجعوا تجمعوا عاوتاني. وهنا كيسالي الفيلم.